في واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ الكرة، مباراة ساو باولو وسانتوس في الدوري البرازيلي اتحولت من منافسة كروية لفضيحة تاريخية. الحكم اللي كان مسؤول عن إدارة اللقاء دخل الملعب بحالة غريبة جدا، قرارات عشوائية، صفارات ملهاش معنى، واللعيبة نفسهم بقوا مش فاهمين هو بيحسب إيه. الجهاز الفني واللعيبة بدأوا يشكوا، وبعد الكشف على الحكم الصدمة كانت إن الحكم طلع سكران. الاتحاد البرازيلي اتدخل فورا وألغى الماتش وفتح تحقيق في الواقعة اللي هزت الكرة البرازيلية كلها. وفي ماتش تاني الجنون بيستمر، بس المرة دي في هولندا، في مباراة بين اياكس واندهوفن في الدوري الهولندي، حصلت حاجة غير طبيعية. اللعيبة لاحظوا ان الحكم كان بيغلط في قراراته بشكل غريب جدا، وبعد شوية اكتشفوا ان الحقيقة كانت اسوأ. الحكم كان اعمى، الحكم كان مش قادر يشوف، لكن كان بيكمل المباراة وكأنه مش فاهم حاجة. في النهاية تم الغاء المباراة لان محدش من اللعيبة او الجهاز الفني كان قادر يتحمل القرارات الغريبة دي. ازاي اصلا كان حكم يطلع مش قادر يشوف ويدير مباراة؟ دي حاجة مش ممكن تحصل في اي مكان تاني غير في عالم الكورة.